خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في صحه جيده يا ربي. كي دايرين مع شي حراره؟ واش قهرتكم شي حراره؟ الله يرحمنا يا ربي، راه سخون الحال البنات بزاف بزاف، الله يلطف بينا. مرحبا بكم معايا. جيت اليوم نشارك معكم جوج كيكات، كل وحده مختلفه على الثانيه، اللي كيجيو غزالين تبارك الله ما شاء الله واقتصاديين. عندي هنايا بسم الله اول حاجه، عندي كيما وريتكم عندي جوج بيضات، عندي تفاحه محكوكه، وعندي هانتوما كنوريكم البيض، وعندي تفاحه محكوكه، وعندي واحد شويه تاع الزبيب والقرقاع غير شويه، وعندي واحد شويه الشوكولاط الابيض. هنا البنات عندي كاس معمر ديال سنيده، لان عندي هذوك الحوايج الاخرين حلوين ما غاديش نكثروا الحلاوه. كاس معمر، وعندي كما كتشوفوا 4 كاس ديال الزيت. فمن الاحسن كيكه بداو تنقصوا الزيت، راه كتجي يعني الا درتو غير 2 معالق الزيت راه كافياكم، يعني ما كتبغيش هي كاع اللي دام بزاف، وكتطلع تبارك الله، ماشي ما كتطلعش كتطلع. قبيصه ديال الملح البنات، ومن بعد كنخلطوا هذا الشيء غير بالخلاط اليدوي، غير هكا بيدينا. بغيتي ديري اختي في الماكينه ديري كلشي ولوحي في الماكينه ماشي مشكل. عندي هنا كاس ديال فانتا هي اختي كاس ديال فانتا ديال المهم مشروبه مناضه، كاس ديال فانتا. فهاد التجربه اول مره انا غنجربها، ما سبقش ليا درت كيكه في الحلقه بالمشروبات بحال هكا، ولكن نجربوها علاش لا. وعندي كاس ديال دقيق الفينو اللي بالنخاله. انا ديجا راه عندي محطوطه في القناه كيكه بالدقيق ديال النخاله بطرق مختلفين، فكتجي زوينه في الحقيقه، احسن من ديال الفورس. ففي الحقيقه من الاحسن الانسان يبدا يتفادى الفورس، انا بعدا كنحاول نتفادى لان كيهلكني، وكنفضل هكايا كيكات هكا مختلفين شويه، يعني احسن من الفورس. درت 2 كيسان ديال دقيق الفينو، ماشي الفينو البنات، الدقيق بالقمح، القمح الكامل بالنخاله. ودرت 2 ساشيات الخميره، اويلي الصهد دعقني، الصهد البنات دعقني، وليتي كندخل ونخرج في الهضره. درت 2 ساشيات ديال الخميره اختي، راكم عارفاهم من نوع الخميره، هو اللي ديما كنستعمل. عندي هنا المول اللي خديته دهنته بالزيت او بالزبده ورشيته بالطحين ديال النخاله، راه كيبان لكم الدقيق اللي فيه النخاله. من بعد اختي غنجيب داك الخليط باش نخويه في المول. هانتوما راه كيجي خاطر. هنا راه استعملت البنات 3 الكيسان ديال الدقيق، 3 ماشي 2، 3 الكيسان ديال الطحين اللي بالنخاله. علاش درتها بالمناضه؟ بعض المرات ما تيكون عندك لا حليب لا دانون لا حتى شي حاجه، فكتقلبي باش غتخلطي ديك العجينه، فبعض المرات كتشيط مناضه ما تيبقاش في هذاك المذاق المناضه. ملي كتحلي القرعه كتولي بحال الماء، فتقدر ما عود ما تخويها لانه مابقاش يشربوها الدراري. تقدر اختي تصايبي بها كيكه، تقتصدي على راسك عند ما تشري الحليب ولا تشري كاس ديال دانون، راه ولا تا هو ب3 دراهم، والاخر العادي راه ب2 دراهم ونص، والحليب تا راه كما كتعرفوا. يعني الا شرط لك المناضه فتقدري تستغليها وتصايبي منها كيكه هكا، كتقتصدي شي شويه. من بعد ما خويتو في المول البنات غنشد ديك التفاحه اللي حكيتها، غتبان لكم حمراء حيت ما عنديش الحامض ولا الخل، ما درت لا حامض لا خل، داكشي علاش ماشي مشكل. هنا خديت شويه تاع القرقاع، راه البنات غير 2 قرقاعات، 2 حبات ديال القرقاعات هادو اللي هرمشتهم بحال هكا، واحد شويه تاع الزبيب داك الكحل كان عندي شديته قطعته، يعني راه ماشي شي كميه كثيره ولا شي مقادير كثيره. هنا الشكلاط الابيض نقول لك واحد 4 ديال المربعات ديال الشكلاط الابيض اللي قطعتهم على هذا الشكل هذا، يعني كيكه اقتصاديه، وتقدر دير لك كسكروت انت ووليداتك، يعني ما تحتاجيش انك تقلبي على شي حاجه غاليه. عاوتاني منين درت هذوك الفواكه ودرت الشكلاط غنزيد على داك اللي بقى ليا من التفاح، راه غير تفاحه وحده هادو البنات اللي حكيت، تفاحه وحده البنات اللي حكيت، درتها حتى هي من الفوق، زدتها من الفوق وشعلت الفران كيسخن، وغندخل الكيكه ديالي طيبه البنات. ها نتوما شو كي جاو فيها اللوينات زوينين، وجات غزاله تبارك الله. سمحوا لي راه قهرني الصهد البنات، وحق الله العظيم الا قهرني الصهد. ها هي البنات الكيكه ديالي من بعد ما طابت وخرجتها من الفران. والله البنات الا جات كيكه غزاله تبارك الله ما شاء الله،
وفيها واحد البنه بنينه لان الدقيق القمح صحي يعني ماشي الفورص، وجات زوينه ما معجنه ما حتى حاجه. جاو فيها دوك الفواكه تلقوا فيها واحد البنه ومع الشكلاط البيض حتى هو. والله البنات الا جات غزاله تبارك الله. جربوها البنات، جربوها وردوا عليا الخبر، جربوها. نتمنى تكون شي صديقه ولا شي اخت ديجا جربت شي وصفات من الوصفات ديالي وتقول لي كيفاش جاوها اقتصاديين وعلى قد المستطاع. اختي انا ما كنشاركش معكم الوصفات الغاليين، داكشي البسيط ديال ولاد الشعب ديال بنات الشعب، داكشي البسيط يعني وعلى قد المستطاع، ماشي شي حاجه غاليه. ومني تيكون الموجود وتكون المقادير موفره راه نديرو حاجه غاليه، علاش ما نديروهاش. هانتوما البنات شتو كي جات راه طايبه وجات زوينه تبارك الله ما شاء الله، جات غزاله ما شهيتكم فيها البنات. هانتوما وبوالو بحاجه بسيطه يعني الا جينا نحسبوا المقادير ما وصلش البنات حتى يعني ما وصلش حتى 15 درهم، يعني 15 درهم ما وصلهاش هاد الكيكه. وعلاش اختي انا نمشي للزنقه ونجيب مسمن من الزنقه ونجيب الكيك معجن من الزنقه ما عرفتو كاع باش نصايب ونجيب نصايب اختيها في داري نوفر ونصايب في داري. هنا الكيكه الثانيه البنات اللي حتى هي كتجي غزاله تبارك الله. هنا درت غير المقادير ديال وحده صغيره ما درتهاش كبيره، ولكن تبارك الله كفاتني انا وليداتي في كاسكروت الله يجعل البركه. الكيكه الثانيه البنات اللي غادي ناخذ فيها 2 بيضات. على فكره الا ما عندكمش البيض تقدروا هاد الكيكه ديروها بلا بيض، هي اختي تقدري ديريها بلا بيض، ولكن الا كاين البيض ديري البيض. كما كنعرفوا دابا راه البيض تاني وصل تاني 30 ريال البيضه، راه الله يكون في العوان. عندنا البنات هنا 2 بيضات ياك، وغادي ندير 3 المعالق ديال الزيت فقط، ما غاديش نكثر الزيت البنات، 3 المعالق ديال الزيت. وراه البنات تقدروا ديروا كيكه بلا زيت نهائيا، ما ديروش حتى ديك المعلقه الزيت ما ديروهاش. غتقولوا لي ما غتصدقش غتجي معجنه غتجي مدقسه. لا البنات، واللي بغاني نشارك معاه كيكه بلا زيت كتبوها لي في التعاليق وانا غادي نشاركها معكم نديرها معكم. لان سبق لي درت كيكه بلا بيض ودرت كيكه يعني بلا سميتو شي يقولوا له بلا سكر، راه عندي في القناه. وعاوتاني كيكه بلا زيت. كنخلطوا دوك البيض مع ديك الزيت كنخلطوهم مزيان. هنا البنات عندي نص كاس ما عمرش ديال الحليب. اش درت فيه انا؟ درت فيه سكر، ما عنديش سنيده، درت فيه 2 طوبات ديال السكر ديال اتاي كما كتعرفوا عليا نتوما. بغيت نوري لكم طاحت، درت فيه 2 طوبات ديال السكر ديال اتاي حيت ما عنديش سنيده. فانا ديما كندير غير داكشي اللي مطفر عندي، ما عنديش سنيده ما غاديش نخرج نقلب عليها نمشي نجيبها نصايب اختي كاين السكر بحال المهم حلاوه. عندي قبيصه الملحه البنات اللي غادي ندير فهاديه منوعات ملكه. ما يمكنش انايا جيت نصايب كيكه ما عنديش سنيده نلبس جلابتي ونهبط ونخرج ونجيب سنيده، ما كاين لاش اختي. عندي السكر نقضي به. عندي هنا البنات املو اللي صايبته في الدار وراه ديجا شاركته معاكم. كنصايبو هذا املو اللي كنعطي لوليداتي كياكلوا في الدار، كنصايبو كاوكاو البلدي والجنجلال واللوز وزيت موار الشمس، وكنزيد فيه كاس ديال زيت العود البنات. كيجي واحد املو واعر البنات وكيجي غزال تبارك الله ما شاء الله وما كيضرش وصحي. وكنصايبو بيديا في الدار كنطحنوه كلشي، ما حتى الطحونه على برا ما كنديش، كنطحنو عندي في الروبو وكيجي بهذه الطريقه هذه. والله البنات الا غزال وصحي وكتعرفي اشنو كتاكلي واشنو كياكلوا وليداتك. غنزيد البنات هنايا واحد 2 معالق ديال الاملو. راه ما جاتش حلوه لان املو اصلا راه ما حلوش وما كنديرش فيها انا السكر ياك، يعني كندير واحد المعلقه تاع العسل. الا كان عندي العسل الحر كنديرو، ما كانش كندير العسل العادي، معلقه ديال العسل او 2 معالق ما كنفوتهمش البنات ديال العسل اللي كندير في املو. وبعض المرات انا كنديرو بلاش لان اصلا انا ما كتعجبنيش الحلاوه. هنا البنات داك الخليط زدتو 2 معلقات ديال املو، غير معلقه صغيره، داك المعلقه راه ماشي معلقه كبار، هذوك المعلقات المهم. زدت البنات 2 معالق. من بعد غنخلط هذا الخليط هكا مزيان تنخلطو، وغادي نجي ندير الدقيق الحرش الابيض، ماشي الفينو. نقول لكم سميت هذه سميتها فرينه
الفرينه البيضاء ماشي الصفراء، حيت كاين الفينول صفر وكاين الفينول البيض. هذا الفينول البيضاء البنات تقولي لي ما عرفتش واش كتعرفوا ولا كاين اللي تيعرفوا كاين اللي ما تيعرفوش. المهم انا مؤخرا ماشي بزاف، يعني تقريبا شي عام باش وليت كنعرفوا، ما نكذبش على الله. المهم هذا الفينول البيض، لان حتى كما كتعرفوا السميده حتى هي فيها السميده البيضاء والسميده الصفراء ياك. ايوا راه حتى الفينو اختي فيه الفينو البيض وفيه الفينو الصفر، انا ما كنتش عارفه، يلا وليت كنسمع هذا العجب. ما عليناش البنات، كيجي زوين في البطبوط في الخبز في كل شيء، والله العظيم كنعجبني به البطبوط، كيجي تبارك الله كي الشهد، كيجي غزال تبارك الله ما شاء الله. هنا البنات درت 2 كيسان ديال الفينو البيض ياك، ومن بعد غادي نزيد الكاس الثالث وغندير 2 خمارات. هانتوما البنات 2 خمارات، هاد الخمارات اللي كنستعمل انا ديما راكم شايفينهم. درت 2 وغادي نزيد غنخلطهم. غتبان لي العجينه باقا خفيفه شي شويه، ولكن والله البنات الا جا فيها واحد المذاق عرفتي راه جات غزاله، واحد المذاق ديال املو، طلق فيها واحد المذاق غزال تبارك الله. واخا درتها عي صغيره ما درتش كيكه كبيره، المهم درتها عي صغيره، مره اخرى ان شاء الله نديرها كبيره. خلطت هنا البنات بان لي باقي خفيف، زدت كاس اخر، كاس ما عامرش، يعني هزت لي 2 كيسان تقريبا والاخر الثالث ما عامرش. هانتوما باش كيجي الخليط خاطر هو هذاك، لان الا كانت خفيفه عاوتاني الكيكه في الفران كتهبط، والا كانت ثقيله بزاف كتجي مدقسه من الداخل. هانتوما البنات الخليط كيفاش داير، ما قاصح ما خفيف بهذا الشكل هذا باش كتجي الكيكه ديالكم ناجحه. هنا خديت المول دهنته بالزيت ورشيته بالطحينه البنات، وغادي نخوي فيه الخليط ديالي. هاد المول ماشي دوك المولات الكبار وماشي كاع صغيور، المهم راه تيبان لكم المول قداش. غادي نسلط فيه كاع ديك العجينه اللي عندي. الفران شعلته بطبيعه الحال، شعلت الفران كيسخن. انا راه كي كنشعل الفران كندخل طاوات الكيك، ما كنتسناش الفران حتى تيسخن نهائيا، مع كنشعل الفران مع كندخل الكيكه ديالي. هانتوما البنات بعد ما خويت الكيكه في المول غادي نضربها بحال هكا شي شويه مع البوطاجي باش تهبط الكيكه، باش ما يكونش البرد ما عرفت تيقولوا لها. هنا البنات شديت واحد المعلقه ديال تقريبا معلقه ديال املو اللي غادي نديرها في الوسط، غنديرها خط، غندوزها بحال هكا خط في الوسط ديال الكيكه. هانتوما بحال هكا عطاها واحد المذاق عرفتي رائع البنات، والله العظيم الا جا واحد المذاق غزال تبارك الله. غير خطيت بحال هكا، الا جيت تشوفي تقريبا راه معلقه عامره اللي درت، يعني واخا كتبان لكم سميتو راهي معلقه وحده اللي درت في الوسط. من بعد راني قلت لكم شعلت الفران، كي شعلت الفران دخلت الكيكه ديالي للفران، ومن بعد خرجتها. ها هي البنات كتجي محمره وكتجي محلوله من الفوق مفرقعه من الفوق. هانتوما ما معجنه ما والو، وخفيفه تبارك الله ما شاء الله. وشتو داك الخطيط البنات تحلات الكيكه من تفقعات من الفوق، جات غزاله يعني دخلها الطياب، جات زوينه تبارك الله وجات خفيفه. هنا صايبت واحد الكريمه ديال الشكلاطه البنات، غير 2 مربعات او 3 ديال الشوكولا بيض اللي درت معاهم واحد معلقه صغيره ديال الفورس، هي الاولى طيبتها مع شويه الماء. 2 معلقه صغيره سمحوا لي، معلقه صغيره ديال الفورس طيبتها مع الماء وخليتها تطبت مزيان، وزدت فيها 2 حتى 3 المربعات ديال الشوكولات، هي اللي كتعطيكم هذه الكريمه بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كنسقيو بها ديك الكيكه ديالنا من الفوق. البنات هذا راه ماشي السكر، حيت كاين اللي كيدير هذه الكريمه هذه بالسكر، هذا راه ماشي السكر، راه غير الدقيق الابيض والشوكولاط الابيض. كيعطيكم هاد الكريمه بحال هكا كتجي غزاله البنات، كتسقي بها الكيكه ديالك من الداخل اختي، كتجي بنينه. والله البنات جربوا هاد الكيكه باملو غادي تجي غزاله تبارك الله. وكيكه اقتصاديين البنات لواحد الدرجه راه ما يمكنش، يعني ما تعكزيش اختي وتقولي لا ولادي تشهاو كيكه ما عنديش باش نصايبها، ما عنديش هذه فاللي عندك اختي كتقضي به وكتصايبي به وكتطلع لك داكشي كيطلع غزال تبارك الله. هانتوما والله الا طلعت واحد الكيكه غزاله. درت معها واحد شويه ديال القليه ودرت بريري داتاي، وهنا درت كاسكروت لوليداتي،
وبدلت ليهم شي شويه من داك الخبز والزبده والكونفيتير والفرماج، يعني كتبدلي شي شويه، ماشي ديما نفس، كتحط لهم ديما نفس كاسكروت. جات كيكه غزاله تبارك الله ما شاء الله. اسمحوا لي الا كتمشي ليا الهضره، راه كيما قلت لكم عقلنا الصهد، انا رقد عليا الصهد. هانتوما الكيكه ديالي كي جات البنات، وديك الكريمه تجي هكاك مخويه على الجناب. هاي من بعد ما قطعتها البنات جات ما شاء الله، ما شهيتكم فيهم. هاد جوج كيكات جربوهم وردوا عليا الخبر البنات. نتمنى من الله الكيكات البسيطه ديال الملكه يعجبوكم وينالوا الاعجاب ديالكم. شكرا لكم الصديقات ديالي والاصدقاء كاملين، شكرا على اللايكات الزوينه، شكرا على التعاليق الزوينه ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف. فاحنا بكم مستمرين، في الحق بلا بكم ما نقدروش نستمروا في هذا اليوتيوب، لانه هو متعب، والتعاليق الزوينه والكلمات الزوينه ديالكم هي اللي كتشجعنا وكتخلينا نزيدوا نستمروا. انا كنهضر على راسي، انا عييت منه ومليت والله العظيم، الا غير دوك التعاليق الزوينه والاصدقاء الزوينين هما اللي كيخليوني مازال كنزيد نكمل في هذا اليوتيوب. شكرا لكم، ما تنساوش ليا البصمه، الله يجعلها في ميزان حسناتكم. شكرا لكم خوتي خواتاتي، نتلاقاو في الفيديو القادم باذن الله، مع السلامه.